مين قال ان الجلاش لازم يتعمل باللحمة المفرومة؟ لو عندك شوية سجق ولفة جلاش تعالي اعملي معايا الوصفة دي بسرعة، متأكدة ان النتيجة هتخليكي تبطلي تعملي الجلاش بالطريقة التقليدية. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت حلو، ويلا بينا نصلي على الرسول ونبدأ مع بعض الفيديو. في طاسة على النار نزلت بشوية بسيطة من الزيت، ونزلت عليهم بنص كيلو من السجق، انا مقطعاها لقطع بالشكل ده. قبل ما تنزلي بالسجق اتأكدي ان الطاسة بتاعتك سخنت كويس جدا عشان السجق ياخد صدمة ويبدأ ينزل الدهون بتاعته بالشكل ده. بعد بقى ما اشوح السجق والاقيه خد اللون اللي انتوا شايفينه ده، هنزل ببصلايه صغيرة وفصين من الثوم واديهم تشويحة مع السجق. بعد كده نزلت بقطع من الفلفل الالوان، وممكن تستبدليه بفلفل اخضر، ولكن الفلفل الالوان هيدي طعم حلو للجلاش بتاعه. نزلت كمان بمعلقة كبيرة من معجون الطماطم، وهبدأ ان انا اديله تقليبة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنزل بالبهارات، نص معلقة صغيرة من الملح، وربع معلقة من الكزبرة، وربع معلقة من الكمون. مش بكتر بهارات لان اصلا السجق بيبقى فيه البهارات بتاعته. هقلب بقى البهارات مع السجق لحد ما تدوب تماما، وبعد كده هطفي النار وهنزل بيه شويه من شرايح الزيتون الاخضر او الاسود زي ما انت حابه، واديله تقليبه واسيب الحشوه بقى بتاعتي على جنب. هروح بقى اعمل الخليط اللي انا هدهن بيه الجلاش. نزلت بنص كوبايه من السمنه، والسمنه يفضل ان هي تكون بلدي، هتدي طعم حلو للجلاش. لو ما فيش خلاص مش مشكله، هسيحها في الميكروويف عشان ادهن بيها الجلاش، ويا دوبك بس ان انا اسيحها، مش عايزاها تبقى سخنه معايا. نزلت عليها بربع كوبايه من الحليب، ونص معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. هقلبهم كويس، وبعد كده هسيب الخليط على جنب، وهنروح بقى نجيب لفه الجلاش. في الصينيه اللي انا هعمل فيها الجلاش هكون دهنه ارضيه الصينيه بالسمنه بس، هدهنها كويس جدا. وبعد كده ابدا ان انا احط ورق الجلاش في الصينيه. هبدا ان انا امسك ورقه واحط نص الورقه في الصينيه، والنص التاني هيبقى بره الصينيه، وبعد كده ادهن الورقه كويس بالخليط اللي احنا عملناه. هكرر نفس الخطوات لحد ما لفه الجلاش بتاعتي تخلص، بس هركن ورقتين كده على جنب وهقول لكم هنعمل بيهم ايه دلوقتي. بعد بقى ما لفه الجلاش بتاعتي خلصت وكررت نفس الخطوات اللي اتفقنا عليها، هنحط حشوه السجق اللي احنا عملناها. انا زودت عليها كمان جبنه كريمي علشان تكون شبيهة كده في الطعم لفطيرة الكيري بالسجق اللي احنا بناكلها من المطاعم. ممكن تزودي جبنة كيري او اي نوع جبنة كريمي، او ممكن جبنة نستو كمان لو انتي ما عندكيش جبنة كيري. ولو انتي مش حابة جبنة في الحشوة ممكن تستغني عنها، مفيش مشكلة. بعد كده بقى هجيب ورقة من الورقتين اللي احنا كنا سايبينهم على جنب وهحطهم على الحشوة، وبعد كده ابدأ بقى ان انا ادهنها واقفل عليها ورق الجلاش اللي احنا سايبينه بره الصينية. وكل ما اقفل ورقة ابدا ادهنها بالخليط بتاعي. لو في اي ورق من في لفه الجلاش متقطع معاكي ممكن تحطيه في النص بالشكل ده كده، مش هيبان خالص. بعد بقى ما اخلص كل تقفيل الصينيه هحط الورقه التانية على وش الصينيه، وابدا ان انا ادخلها من الطروف بالشكل ده علشان تبقى شكل الصينيه بتاعتي حلو. لو فاض معاكي شويه من الخليط اللي احنا بندهن بيه الجلاش، انزلي بيه على وش الصينيه قبل ما تدخليها الفرن. بعد كده هنبدا بقى نحط على وش الصينيه شويه من الجبنه الموتزاريلا، وشويه من قطع الفلفل الالوان، وشويه من شرايح الزيتون. وبعد كده هدخلها الفرن، وطبعا الفرن انا مسخناه من قبلها على درجه حراره 200. هتاخد معايا حوالي 30 دقيقه وهتبقى جاهزه معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. محتاجتش ان انا اشغل عليها الشوايه، هي خدت الوش ده في الفرن. ولكن لو الفرن بتاعك مش قوي وما خدتش وش معاكي من فوق، ممكن تشغلي عليها الشوايه دقيقتين 3. اهم حاجه ان انت ما تطوليش عليها في الفرن اكتر من 30 دقيقه علشان ما تنشفش منك. طلعتها بقى من الفرن وبدات ان انا اقطعها. هتتقطع معاكي بكل سهوله، ومش محتاجه ان انت تقطعيها قبل ما تدخل الفرن من كتر ما هي طريه ودايبه، وفي نفس الوقت واخده قرمشه من فوق ولون خطير جدا. بجد احلى طريقه للجلاش ممكن تجربوها. واتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم اسراء، سلام.